مباراة اليوم في الدوري الأوروبي خلى يوسف النصيري النجم الدولي المغربي ومهاجم فنربخشة تركي الجماهير تندمج فرحا مع الهدف الجديد اللي ما كيتنساش. تعودنا عليه كلنا على الأهداف الرأسية ديالو اللي كيسجلها من ارتفاعات مختلفة وبطريقة مبدعة، ولكن اليوم النصيري فاجئنا بلمسة جديدة حيت جرب يسجل هدف برأسية من أبعد نقطة على الإطلاق، كتحدي شخصي جديد باش يبدل الروتين شي شوية. الهدف كان فعلا تحفة فنية حيت الكأس وأربع أهداف في الدوري الأوروبي. ما كيخفاش علينا أن هذا الإنجاز جمع تحديات جديدة، بحيث يوسف النصيري اليوم قرر يجرب مسافات أبعد على المعتاد، وكل هذا الشيء كيبين على الرغبة ديالو في التطوير والإبداع، وما كيخليش اللعب ديالو يتكرر في نفس النسق اللي ديما كنعرفوه به. وكما كان معروف النصيري ديما كيبهر الجماهير بالأهداف ديالو اللي كتحفر في الذاكرة، بحال هدف 2018 عند الدخول ديالو في كأس العالم ضد البرتغال، وبالطريقة ديالو الخاصة في ضربات الراس. وبالنسبة للمشجعين ديالو هذا الهدف زاد الثقة من قدراته، خصوصا أن رغم الانتقادات الأولية والتذبذبات اللي عاش مع فريقه السابق إشبيليا وكذلك بعض المشاكل في بداية الموسم، قدر يثبت أنه لاعب من الطراز العالمي. وبرافو يوسف النصيري اللي مازال كيتألق مع مورينيو، حتى وإن كانت هذه العبارة فيها لمسة تقديرية من طرف الجماهير اللي كيتمنوا يشوفوا المزيد من الإبداع ديالو. في نهاية المطاف هذا الهدف ماشي غير رقم إضافي في الحصيلة ديالو، بل هو رسالة واضحة بأن يوسف النصيري مازال كيسعى للتقديم الجديد والمختلف، وبكل جرأة كيواجه التحديات باش يبقى هو الرقم القياسي في ميدان كرة القدم. والجماهير اليوم كتقليه بحرارة، وحنا ديما كنتسناو الإبداعات من عند هذا النجم الدولي المغربي اللي ديما كيجدد مفاهيم الأهداف الراسية. برافو يوسف النصيري، واستمر في التألق وخليك ديما مفاجئ ومبدع. دمتم سالمين.